السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو فعلا الأكل ممكن يبقى سبب في زيادة إتقان الصلاة والخشوع فيها. له دور مؤثر الغذاء في تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. مع بعض يلا نعرف. الحقيقة ان احنا عارفين دايما الإنسان حاجتين: جسم وروح. الروح قربها من الله سبحانه وتعالى بتزيد ارتباط الجسد بخالقه، وبالتالي بيبقى فيه فروض مهم جدا الجسد. الروح تحب تعمل الفروض دي، والجسد اللي بيترجم الحب ده. الصلاة حركات الجسد بيعملها، لكن التقوى والخشوع والورع موجودة داخل الروح. لكن ايه الموضوع؟ الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى لما أرشدنا لكل شيء، وما فرطنا في الكتاب من شيء. تخيل حضرتك لما ربنا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الأكل والشرب ما جاش قبل الصلاة، لكن جاء بعد الصلاة. ليه؟ علشان نبقى قادرين على العبادة. احنا عارفين ان هرمونات السعادة منها الجريلين، وده نوع من انواع الهرمونات التي تتحقق بعدم امتلاء المعدة. يعني وانت جعان شوية تشعر بلذة الطاعة اكتر. طيب ما هو احنا برضو امرنا ان انا لو قدامي اكل وانا جعان اكل قبل ما اصلي. ايوه، لان الاكل في الحالة دي هيلهيك عن الصلاة، هيبعد خشوعك عن الصلاة، واكيد هيبقى مر وقت طويل على عدم تناولك الاكل، واحنا عايزين نروح لربنا واحنا دماغنا وبالنا ما فيهوش اي نوع من انواع اللي يشغلنا او المشغولات اللي تبقى تبعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى. طيب لما يكون كمية الأكل مشكلة، أيوة، لأن لو أكلت قدر عالي هيحتاج دم كبير جدا، وإحنا عارفين إن الدماغ أو المخ هو أكتر عضو في جسم الإنسان بيحتاج لكمية دم بأكسجين اللي بيحمله الدم. وبالتالي لما الهضم يحتاج كم من الدم عالي، الحقيقة هيخلي الدماغ مش قادرة يسيطر على التفكير ولا الخشوع ولا اليقظة. بنشوف ناس كتير جدا بتميل للنوم حتى أثناء الصلاة. يبقى ده واحد. الحاجة اللي بعد كده: هل الأكل لو في أي منغصات، لو حضرتك مليت معدتك قوي، خمول وعدم قدرة على النشاط والحيوية وعلى العبادة، طيب لو أكلت أكل لا يلبي متطلبات جسمك، جسمك هيبقى هزيل وتعبان، ومع الوقت هتبقى مريض. طب لو أكلت أكل مفعم ودسم وسبب لك نوع من التلبك المعوي أو تعب في الجهاز الهضمي، تخيل حضرتك بطنك بتوجعك، هتبقى خاشع في صلاتك؟ بطنك بتوجعك أو قولونك في انتفاخات وتقلصات، وهتبقى قادر على الصفاء الذهني في العبادة؟ طبعا مش ممكن أبدا. طيب لو قلنا إن الأكل إيه اللي ممكن أقدر أعمله ليا عشان يبقى عندي أو أوفر للخشوع متطلباته الجسدية؟ أولا، آكل بقدر مش عالي، الأكل يكون بعد الصلاة. والنعمة اللي ربنا أرشدنا ليها ومش بنعملها أبدا، إن ورا كل صلاة المفروض فيه أكل خفيف. ليه؟ لأنك وانت شبعان لما تاكل هتاكل كميات قليلة جدا. يبقى 5 مرات في اليوم أكلات خفيفة أفضل مرة أو مرتين من كم كبير من الأكل، كم كبير من الإجهاد في الهضم، كم كبير من بذل نشاط عالي من أعضاء الداخلية لتخليص الجسم من كم الأكل الكبير اللي أنا أكلته. طيب اللي بعد كده إيه؟ الثمار والخضروات والفاكهة اللي موجودة في الطبيعة هي أفضل ما يكون للجسم، ويبقى الجسم قادر على هضمها. كل ما أنا باجي على الخضروات وأعمل لها عملية طهي وتسوية، كل الحرارة ما تزيد بتقلل من القيمة الغذائية. في ناس كتير قوي بتاكل حاجات في الخضروات نص طبخ، ودي بتبقى جميلة جدا وما بتفقدش قدر عالي من قيمتها. والألبان اللي مش عمال على بطال نسخن لبن ونغلي والكلام ده، كل مرة حرارة بتترفع بتقلل من مكونات أو بتعقد مكونات في الأغذية. كل اللي احنا بنقوله ده مهم، كل اللي احنا بنقوله ده صحي. العبادة، الخشوع في الصلاة رائع جدا لو أنا أدركت إن كل حاجة ليها أثر إيجابي عليا أعملها. ودايما مع بعض نقول: يا رب وفقنا لعبادتك ونكون خاشعين في صلاتنا. تحياتي ليكم، سعيد متولي، خبير التغذية العامة والصحة. كل عام وحضراتكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو فعلا الأكل ممكن يبقى سبب
في زيادة إتقان الصلاة والخشوع فيها، له دور مؤثر الغذاء في تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. مع بعض يلا نعرف. الحقيقة ان احنا عارفين دايما الإنسان حاجتين: جسم وروح. الروح قربها من الله سبحانه وتعالى بتزيد ارتباط الجسد بخالقه، وبالتالي بيبقى فيه فروض مهم جدا. الجسد الروح تحب تعمل الفروض دي، والجسد اللي بيترجم الحب ده. الصلاة حركات الجسد بيعملها، لكن التقوى والخشوع والورع موجودة داخل الروح. لكن ايه الموضوع؟ الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى لما أرشدنا لكل شيء.